سلام زينات، اليوم جيتكم بمملحة الخوخة اللي راهم ترند هذا العام. فيه يجوا بزاف شابين، ويجوا البنات بزاف خفاف الداخل ومورقين. شوف كيف يجوا هايلين. البنات يجوا ما شاء الله، يجوا بنة، ومقادير تاعهم بزاف سهلة بسيطة، بلا ما يخمروا يوجدوا لكم ليه مع شريبة الله ولا حريرة، بلا زبدة البنات. وسهلين. وشوفوا كيفاه يجوا بنة البنات في ريسيبيون. عندي كيس بهادي من غير فيها قهوة حليب، عندي السكر، خميرة تاع الخبز، عندي 4 كاس زيت. كيما قلت لكم مقادير تاعها بسيطة يوجدوا لكم بالخف. عندي كاس صغير 4 حليب دافي، كيلو بنفس الكاس، بياض بيضة والصفار خليتها باش ندهن بها الحبات تاوعي تاع الخوخ المملحات، وزدت من غير تاع قهوة حليب، خميرة تاع الخبز، ونفسها خل. حركت مليح وزدت الملح. البنات ديروا نفس الكيلة من غير تاع قهوة حليب. لعبت بالكاس الاولاني تاع الفرينة، حبيت نعطيكم مقادير سوا. وزدت الكاس الثاني. انا البنات خدات لي 2 كيسان ونص. تقدر تاخذوا لكم قل كما تاخذ لكم قل كتر. لازم تدلكوها حوالي دقيقة، ولازم هذيك العجينة تكون شادة روحها ماشي مطلوقة، باش تجيكم مورقة كي تحلوها وكي طيب. درت شويه فرينه، درت وحليتها. لازم ترقوها كما قلت لكم باش تجيكم ورقه وتجيكم هايله. حليتها مليح. ووجدوا هنا الطابع اللي تحبوا، تقدروا بول تطبعوا. انا عندي هذا السيرسو. كي حليتها طبعتها كامل. توجد بالخف البنات، ديروها قبل المغرب بحوالي ساعة تكون واجدة، تاكلوها سخونة مع شريبة. وانا هنا كنت قليت شوية بصل، وزدتلو شوية اسكالوب اشي، فلفل الكحل والملح، خليته لازم يبرد. كما كتشوفوا فتحت هذيك اللي حليتها، فتحوها في الطرف، وحطيت هذاك الحشو اللي لازم يكون بارد. انا حشو باش تحبوا طون، حاجه اللي تحبوها تكتوكه، وزدت مبشور الجبن. لبوها ولازم تغلقوا الطرف تاعها باش ما تفتح ما يخرج لكمش الحش. كما كتشوفوا لوها كامل، وغلقوا هذاك الطرف اللي قطع اللي حليناها مع الاول بالموس هكذا. وديروها على شكل وريضه ولا خوخه، تجي سهله. تقدروا ديروها واقفه ولا ديروها راقده كما هذه الطريقه اللي راني نوريها لكم تانية. غلقوا مليح ولو هذيك الورقه من الفوق، تجي شوفي الشكل تاعها بزاف شباب وزاهي. كملتهم انا، خرجوني الله يبارك البنات هذه الكميه، تخرج لكم حتى 16 حبه. دهنتهم بصفار البيض وقطره خل، وبلا ما تخلوهم يخمروا حوالي 5 دقائق. انا زينتهم بشويه زراري ودخلتهم الفرن، وبصحتكم.